الناس كلها بقت بتقول اشتري عقار، بس ما حدش قال ايه نوع العقار اللي ممكن اشتريه وفين مكانه ومين المطور اللي ممكن اكسب معاه. في ناس كتير اشترت عقارات وكسبت من وراهم ملايين. السؤال الحقيقي ازاي تستثمر في العقارات بذكاء. مساء الخير، معانا النهارده بهاء مجدي ومحمد فراج هيساعدونا ويعرفونا ازاي نستثمر في العقارات بذكاء. اهلا يا منى. اهلا بيك. اهلا يا منى، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا بهاء؟ ازيك يا منى، عامله ايه؟ كله حلو. عايزه اسالك سؤال، هل فعلا اي عقار يعتبر استثمار ناجح؟ والله بص يا منى، هو الموضوع ده بيترتب على حاجات كتير. هو اولهم طبعا على حسب اسم المطور. كل ما يكون المطور براند نيم كبير، ليه سابقه اعمال معروفه في الماركت، اوريدي مسلم مشاريع، ده طبعا اللي بيفرق بشكل كبير جدا عن اي ديفلوبر تاني ما بيبقاش معروف. فعشان كده اقول لك اجابتي لا طبعا، بس ده بيعتمد اكتر على اسم البراند. طيب وهل المكان عامه بيفرق؟ اه طبعا، كل ما يكون منطقة بالنسبة لك لسه ما فيش فيها أي خدمات، منطقة لسه ما فيش فيها أي تطور عمراني، الموضوع ده بيفرق بشكل كبير جدا على اللونج تيرم. يعني كل ما يكون مثلا احنا المنطقة لسه ما بقاش فيها أي خدمات، منطقة لسه صحراء، دي بتكون استثمار على المدى البعيد، بس الاستثمار بتاعها قدام بيبقى مربح بشكل كبير جدا عن إن أنت النهاردة بتبقي واخدة في مكان اوريدي ساكن وعايش. فده أنت بتكوني واخدة بسعر متر مختلف عن الوقت اللي أنت بتكون لسه في المنطقة لسه مش جاهزة بكام. فده طبعا بيفرق بشكل كبير. امتى ممكن اشتري وامتى ممكن ابيع، وامتى بالنسبه لي تكون هي دي الفرصه الحقيقيه؟ يعني مثلا كل ما يكون طبعا الاسم ديفلوبر كبير ومعروف، ده بيفرق معاك بشكل كبير جدا في فكره ان انا النهارده وانا ناسي اشتري ابقى انا الاول، يبقى عندي تراست للديفلوبر ده. شفت ليه مشاريع قبل كده اوريدي سلم، عايز اشوف هو المينتنس بتاعت المشاريع بتاعته حتى اللي كانت اوريدي بنسلمها قبل كده بتبقى عامله ازاي. الحاجات دي بتفرق بشكل كبير جدا مع اي كلاينت اوريدي بيشتري، لان هو عايز يطمن انا لما اجي اشتري في المشروع ده انا ليه بشتري هنا وما اشتريش هنا. فده طبعا بيجي بناء عليه، بناء على اسم الديفلوبر عامل مشاريع قبل كده. طبعا اللوكيشن ده بيفرق بشكل كبير، ده عامل مهم. دي حاجه، والبيمنت بلان. النهارده احنا شايفين في سهوله وفي تصليح للمعطلات في مصر في حته البيمنت، فدي مساعدانا بشكل كبير جدا، ومريحه برضو الكلاينت من ناحيه ان هو النهارده بيبقى معاه فتره سداد طويله. دي بتريحه بشكل كبير طبعا. وبرضه عندنا اكزامبل للقصه دي، يعني عندنا مثلا يعني طلعت مصطفى، ده واحد من الناس اللي يعني الكبار عندنا هنا في الماركت، اوريدي عامل اكزامبل بتاع مثلا زي مدينتي احنا بنيجي نتكلم على مدينتي من اكتر من 10 سنين، بنتكلم ان المنطقه دي كلها منطقه صحراء ما فيش فيها اي حاجه. النهارده احنا بنتكلم ان كل المناطق اللي احنا بنتكلم عليها النهارده كلها جنب مدينتي. عندنا مستقبل سيتي، عندنا العاصمه الاداريه، في دلوقتي توجه من الدوله على ديستنيشن جديده اسمها التجمع السادس، وهنسمع الفتره الجايه عن التجمع السابع والرابع، هنسمع حاجات كتيره جدا. بس ده بيأكد لك اكتر فكره الاستثمار في المناطق اللي لسه جايه، دي بتبقى احسن كتير جدا من الاستثمار في منطقه اوريدي سعر المتر فيها وصل للبيك. فالحته دي مهمه جدا، لازم الكلاينت يبقى مخلي باله منها وهو بيشتري. فده رايي، انت برضه قول لي رايك ايه من انا رايي لو هتكلم موضوع ان انا ابيع امتى او اشتري امتى، ده موضوع بيترتب عليه حاجات كتيره جدا على حسب انا اصلا النيد بتاعتي ايه، وانا الظروف بتاعتي كام، والبادجت بتاعتي ايه، وايه نوع الاستثمار اللي انا عايز اوصل له. الاستثمار فيه منه انواع كتيره جدا. في نوع ان انا بشتري بالسعر الطرح الاول وبستنى لحد ما بيحصل جاب ما بين السعر اللي انا اشتريت بيه وما بين السعر اللي الديفلوبر بيبيع بيه بعدين، فده بيخليني اقدر ان انا ابيع باوفر برايس. وفي نوع تاني من الاستثمار ان انا ممكن اشتري عقار جاهز او في البيك بتاعته زي ما بهاء كان بيقول، وده ساعتها هيجيب لي عائد ايجاري سريع. فكل ده بيتحدد على حسب النيد بتاعت العميل وعلى حسب الظروف بتاعت الماركت. فدلوقتي لو احنا جينا بصينا على الماركت مثلا من فوق او من الدايره الكبيره، هتلاقي ان انت في تصحيح كبير جدا حاصل في اوضاع العقار، وتصحيح كبير جدا في البيمنت بلان. بدانا نسمع السنه دي حاجات بتتقسط على 14 سنه وعلى 15 سنه بداون بيمنت 1.5%. ده ما كانش موجود قبل كده، ما كانش في اي حد قادر يقدم الكونسبت ده من البيمنت او قادر يقدم التسهيلات دي للعميل غير حد واحد بس، طلعت مصطفى. طبعا ده كلنا احنا عارفين هو بيقدم التسهيلات دي للكلاينت ازاي، لان هو حد بيشتغل مع الدوله اصلا من زمان. انا اي برضه فرق في حته مهمه جدا، حته النيد بتاعت الكلاينت، هو الراجل انت محتاج ايه. في اغلبيه النهارده السيلز او الناس في الماركت هي بتبقى شايفه انا ببيع المشروع على حسب انا حابه ولا مش حابه. ما انت ممكن المشروع اللي انت مش حابه الكلاينت يحب المشروع ده. هي دي الفكره مهمه جدا. عشان كده اغلبيه العملاء بتبقى فاكره مثلا ان انا لما اجي اتعامل مع الديفلوبر الموضوع بيبقى بالنسبه له محسن.
لان طبيعي هو بيبقى شايف ان هو ده اكتر واحد هيبقى خايف عليه، او هيوصل له المعلومات، او هيبقى عارف المعلومات اكتر من البروكر. مع ان انا شايف العكس، ان انا النهارده انا كبروكر اوريدي وانا بكلم الكلاينت انا بفهمه ان انا خايف على مصلحتك، انا بكير عليك، انا اوريدي الحاجات اللي موجوده في الماركت انا ببتدي اشوف النيد بتاعتك انت محتاج ايه، وابتدي ان انا ارشح لك الديفلوبرز اللي اوريدي موجوده مناسبه للنيد بتاعك. على عكس النهارده هو السيلز ديفلوبر هو بيحاول يخلق لك حاجه للمشروع بتاعه، ان هو المشروع ده احلى مشروع في الدنيا، وده الطبيعي لان هو اوريدي مش بيبيع غير المشاريع بتاعته. صح. على عكس البروكر، انا النهارده مش مصلحتي ان انا ابيع لك في المشروع ده بس، بالعكس انا اقدر ابيع لك في اكتر من مشروع. فهو العميل يبقى فاهم الحته دي مهمه جدا، ان انا ببقى كيرنج عليك، انا بتعامل معاك از كونسلتنت مش از سيلز. والحته دي مهمه جدا، ان العميل يبقى فاهم الفرق ما بين التعامل الدايركت اللي هو الديفلوبر وتعامل البروكر، ان انا ازاي النهارده مين بيقدر ان هو خايف على مصلحتك اكتر من التاني. وفي الاول وفي الاخر طبعا العميل بيدور على مصلحته، فهو طبعا محتاج ان هو يعني هو دلوقتي بيشتري عقار فهو عاوز يكسب. صح. طيب، وده هياخدنا برضو بوينت مهمة قوي، يعني دي طبعا هنستفيد يعني منكم بقى فيها. دلوقتي في ناس كتيرة قوي بتبقى فعلا متلخبطة، وخاصة الناس اللي بتبقى عايشين بره مصر. الناس اللي عايشة بره مصر بيبقى مش عارف ايه ممكن، يعني هو بيبقى بالنسبة له طيب انا عاوز اشتري عقار، عاوز استثمر، عاوز احط فلوسي سولid طبعا زي العقار. طيب ايه الحاجة اللي ممكن يشتريها، وايه الحاجات اللي بتبقى اعلى الديماند عليها، ايه الحاجات ايه الاماكن اللي ممكن كمان يشتري فيها وهو مطمن؟ هل في أسماء مطورين معينين مثلا ممكن هو يثق فيهم وأكيد بيبقى يعني مكسبه مضمون فيهم؟ يعني محتاجين برضو نستفيد منكم ونفيد الناس اللي اوريدي بتبقى عايشة بره مصر، لأن يمكن دي أكتر الناس اللي ما بتبقاش شايفة الوضع هنا زي ما احنا شايفينه. والله بس انا بشوف دايما ان الكلاينتس اوفر سيز اللي هو اوريدي قاعد بره مصر هو اكتر واحد بشوفه ممكن يكون بياخد الريسك، لان هو اوريدي بيبقى ممكن هو يشتري بناء على مثلا حد رشح له مشروع فلاني، او شاف اعلانات، او شاف اي حاجه من الحاجات دي تقدر ان هي تظهر له سواء على الفيسبوك او على السوشيال ميديا. فالحته دي مهمه جدا، ان هو بيشتري بناء على اللي سمعه، وبيبقى واخد الريسك ان انا ممكن اشتري حاجه انا لسه ما شفتهاش على ارض الواقع، وبشتريها من بره مصر، والتعامل كله بيبقى من بره مصر. دي طريقه بتبقى بنسهل بيها التعامل طبعا للعميل، ان انت النهارده مش محتاج ان انت تنزل مصر عشان انك تشتري. لا، انت دلوقتي في سهوله بشكل كبير جدا من كل الديفلوبرز، ان انت عادي بشكل كبير جدا تقدر تشتري وانت قاعد بره، نبعت لك الكونتراكت بتاعك لحد بره. ودي حاجه احنا الحمد لله احنا مميزين بيها بشكل كبير جدا. دي بوينت. البوينت الثانيه في حته اشتري مع مين، هم معروفين، يعني هم في ديفلوبرز اوريدي هم التوب 10 اللي اوريدي النهارده انا كبهاء مثلا لما اجي اشتري بسال نفسي سؤال: ايه احلى حاجه موجوده في الماركت النهارده، او مين البيج نيمز اللي اوريدي انا اثق فيهم، او اوريدي عامله نجاحات. فببتدي اشوف من الديفلوبرز، قصادها بشوف بقى النيد بتاعتي من الديفلوبرز دولت ايه اللي هيناسبني، ايه مثلا التيكت برايس اللي هيناسبني، اللوكيشن، البيمنت، لان كل ديفلوبر النهارده عنده بيمنت مختلف عن التاني. فده اللي انا شايفه برضو، ان هو الكلاينت محتاج يعرف انهي بالظبط من الديفلوبرز دولت الحاجات دي هتكون مناسبه ليه. وبرضه يفرق، انت قول لي انت شايف مين النهارده في الماركت عنده الفرصه دي برضه معايا شريك. والله بص، هو انا بالنسبه للاوفرسيز كلاينتس، هو انا شايف ان الموضوع بيبقى صعب جدا، فبيبقى محتاج اكتر بروكر قادر ان هو يديك الابديتس فعلا الحقيقيه اللي بتحصل. صح. خصوصا ان دلوقتي صح بقت في اوبورتيونيتيز كتيره جدا، او بقت في فرص كتيره قوي. بقينا نسمع عند كل ديفلوبر اكتر من بيمنت بلان، واحده واثنين وثلاثه واربعه، وبقى في سعر للكاش. لازم البروكر اللي موجود بيشتغل مع حد موجود بره يبقى عنده القدره وعنده الابديتس والنولج ان هو يوصل للكلاينت اللي موجود بره كل حاجه بتحصل بجد، مش بيبيع له خلاص بناء على اللي هو بيسمعه منه، وبناء على النيد بتاعته، وبناء على الظروف الماديه بتاعته. يعني كنا محتاجين نعرف عامة بالنسبة للنيدز بتاعت الكلاينت، يعني انت بتواجه الكلاينت ازاي؟ انا كده عن نفسي ما اقدرش اتكلم مع الكلاينت في اي حاجه ليها علاقه باستثمار غير لما اسمع منه الاول، لان الاستثمار ده في منه انواع كتيره جدا. على حسب الظروف بتاعتك وعلى حسب النيد بتاعتك هبتدي ان انا اتكلم معاك. انواع الاستثمار اللي هي ايه، الانواع المتعارف عليها او اغلبيه الانواع اللي الناس كسبت منها هنا فلوس في مصر هم نوعين بس. النوع اللي انا بشتري بحاجه بسعر الطرح الاول، بعد كده بيحصل فرق ما بين السعر اللي انا اشتريت بيه وما بين السعر اللي المطور بيبيع بيه، فهنا بقدر ان انا ابيع بحاجه اسمها اوفر برايس. والنوع الثاني ان انا بشتري حاجه لحد ما استلمها مثلا، او بشتري حاجه استلمها قريب في منطقه اوريدي موجود عليها طلب عالي مثلا في الايجار، فانا بستلم الحاجه بتاعتي اوتوماتيك. اول ما بستلمها بيبقى عندي اوبشن ان انا اقدر اجرها على طول وتجيب لي عائد سريع.
بالظبط. كل حاجه بترجع على حسب النيد بتاعت الكلاينت. لازم اسمع منك الاول، ولازم اعرف الظروف بتاعتك وانت ايه البلان بتاعتك عشان اعرف اوجهك صح. خصوصا ان دلوقتي في 26 في فرص كتيره جدا في ديستنيشنز مختلفه. في عندنا دلوقتي، قبل كده كان عندنا التجمع واكتوبر وزايد والساحل، لا دلوقتي في عندنا حاجات اكتر بكتير. التجمع بقى ليه اكستنشنز، بقينا نسمع تجمع صح سادس فعلا. وتجمع سابع وتجمع ثامن. والناحيه اللي هناك بتاعت الساحل خلاص احنا وصلنا داخلين على مطروح دلوقتي. ففي عندنا ديستنيشنز كتيره جدا ظهرت جديده في الفتره الاخيره يعني. طبعا وما ننساش البحر الاحمر. البحر الاحمر عامل بومنج بشكل غير طبيعي. كل البيج نيمز وكل الديفلوبرز دلوقتي موجهه ناحيه البحر الاحمر. عبار دلوقتي عنده مشروع بتاع مراسي ريد. ساعه ما هو نزل بفيز 1، اصلا فيز 1 سولد اوت في اقل من 24 ساعه، ودلوقتي بيلونش فيز 2. نفس الكلام دلوقتي اول مره ابراج تطوير دي اون فاير. نفس الفكره بالظبط، يمكن اقوى، انا بالنسبه لي شايفها ممكن اقوى من ابراج العالمين. لان يمكن الناس كانت عندها مخاوف حته الساحل وابراج العالمين، لان الساحل يعني بيشتغل اكتر في الصيف، والناس بتبقى متخوفه ان انا النهارده طب انا في الشتاء هبتدي استغل الليمت بتاعتي ازاي. فشايف ان التطور اكتر في حته السخنه مع الابراج بتاعت المونت جلاله هتعمل فرق بشكل كبير جدا، لان ده هيبقى شغال معاك طول السنه، يعني هيبقى صيف وشتاء. بس برضه شايف ان في ميزه ان هي قربها للقاهره وقربها للتطور اللي بيحصل من ناحيه العاصمه الاداريه، لان احنا بنتكلم في مسافه اقل من ساعه تقريبا من العاصمه الاداريه، بتبقى في السخنه او تبقى عند ابراج الجلاله. اوريدي انت هتسمع كمان الفتره الجايه عن مشاريع وديفلوبرز او مطورين لاول مره بيدخلوا البحر الاحمر، فدي هيبقى عليها توجه بشكل كبير. بلس ده كمان توجه دوله. ففي كلمه توجه دوله دي برضه لازم يبقى العميل فاهمها بشكل كبير، ما يبقاش ان هو فكره ان المطور هو اللي راح يبني او ان هو واخد ارض هناك ويبتدي ان هو يشتغل عليها. لا طبعا، ذاتي توجه دوله يعني ان الدوله كلها مركزه على ان المنطقه دي عايزين يعملوا فيها استثمار او يعملوا فيها معيشه بشكل كبير. وده اللي اوريدي بيحصل دلوقتي في البحر الاحمر. فدي انا شايفها الناس النهارده او اللي بيفكر ان هو يشتري النهارده، لا الحق اشتري من دلوقتي قبل ما الاسعار تبتدي تعلى، واجي قدام افكر في استثمار. انك قدامك دلوقتي انك تقدر تستثمر بسعر قليل. فدي انا شايفها برضو نقطه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها. بالظبط. ولازم العميل عموما لازم يفرق ما بين ان المطور هو اللي نازل او ان الدوله هي اللي نازله. صح. الدوله عندها صلاحيات كبيره فعلا. جدا في التراخيص وفي التعاقدات اللي هي تقدر تجيبها من بره مصر. المطور ما يقدرش يجيب ده مهما كان كبير. فعشان كده الفكره بتاعت التاورز دي في العالمين نجحت جدا. انشاءات سريعه جدا شغاله طول السنه، تعاقدات عالميه جت، هي دي اللي بتطمن العميل وبتخليه يحط فلوس في الاستثمار ده. غير ان الدوله لما بتيجي تنزل بحاجه هي مش بتارجت المصريين بس، هي بقت تتارجت دلوقتي ناس من بره مصر زي دول الخليج وحتى كمان الدول الاوروبيه. الدول الخليج اصلا الدول الاوروبيه بيحبوا البحر الاحمر جدا عندنا في بالظبط. مصر. دي حقيقة فعلا. دي هتعمل فرق كبير جدا عندنا في سوق العقار في مصر. يعني خليني أسألكم على حاجة برضو. احنا دلوقتي كنتوا بتتكلموا عن الأبراج في البحر الأحمر في مشروع تطوير مصر. يعني ممكن برضو تدونا كده بريف عنها باستفادة. يعني عامة الانفستور لما بيجي ينفست أو المستثمر عامة لما يجي يشتري فيها، ايه اللي هيكسبه دلوقتي؟ هو بصي، اي مستثمر عموما بيجي يبص. هنديكي مثال، مثلا هحكي لك قصه سريعه على التاورز بتاعت العالمين. لما جينا في 2015 وفي 2016 عرفنا القصه دي، جينا كلنا كبروكرز عموما او ناس، الموضوع عمل ضجه كبيره جدا في الماركت. في جزء من الناس صدق وفي جزء من الناس لا. انا دلوقتي في التاورز بتاعت السخنه اكني جاي في 2016 بقول لك في تاورز هتتعمل في العالمين بسعر من اول 6 مليون جنيه تقسيط على 10 سنين. في ناس هتصدق وفي ناس لا. طب دلوقتي اللي صدق بتاع العالمين، دلوقتي الستارتنج برايسز هناك 30 مليون، وعشان تشتري حاجه ريسيل باسعار قديمه من اول 15 مليون كاش وانت طالعه. فنفس الفكره بالظبط بتحصل دلوقتي في السخنه، بس كديستنيشن مختلفه. السخنه جنب القاهره بساعه، صح. فالسخنه شغاله طول السنه. فهيبقى استثمار مختلف وانت هتاخد السايكل من اولها، فهتبقى انت اكتر حد مستفيد لو انت اشتريت في الطرح الاول. واوريدي كمان اصلا من النهارده في جامعه الجلاله اوريدي شغاله، وفي اصلا في اكتر من ديفلوبر اوريدي موجود هناك، زي ازها عندها اوريدي المشروع بتاعها لافيستا محتكره الساحل كله. الفتره الجايه نسمع زي ما اتكلمنا كده من شويه ان في ديفلوبرز اوريدي خلاص هتاخد اراضي هناك، بحيث ان هو ده يبقى التوجه بالنسبه لكل المطورين. فلا طبعا هي فرصه قويه جدا. وزي ما كان فراج بيتكلم دلوقتي حته الابراج العالمين، الناس زمان كان عندها فعلا مخاوف من الدوله او احنا هنقدر نعمل ده ولا لا. النهارده الناس لما شافت الموضوع ده، لا قادره طبعا النهارده تصدق ان زي ما حصل في العالمين او حصل في الساحل، عادي جدا ان هو يقدر يحصل في السخنه بشكل كبير يعني.
بالظبط. ولو جينا برضو على فكره، لو جينا بصينا على مصر اوفر اول في كل الديستنيشنز، مش هتلاقي فيه اصلا فكره التاورز دي خالص. دي حقيقة. فهو الدوله بتفكر بنفس الطريقه دي، هي بتبص على الماب من فوق، بتشوف ايه اللي ناقصها وبتبتدي تتخصص وتتوجه في الحاجه دي. فعملوا التاورز بتاعت العالمين، ودلوقتي التاورز دي نجحت جدا والناس اتبسطت بيها وكسبت، وهي اصلا لسه مش اوبريتد. يعني هم كسبوا بالظبط بسبب بس ان هي جاست، كسبوا في الاصل. لسه بقى النوع التاني من الاستثمار اللي هو يبدا يجيب له عائد، ده لسه هيبتدي يحصل وهنشوفه قريب جدا الفتره اللي جايه. بالظبط، هي فعلا فكونسبت فكره الابراج جديده. عموما هو اللي جاي بشكل كبير قوي الفتره اللي جايه في مصر. وفي برضه حاجة مهمة، احنا حتى الدولة خدت بالها منها ايام المتحف المصري لما كانوا بيفتحوه. كان عندنا اقبال غير طبيعي لكل السيرفيس ابارتمنتس اللي اوريدي موجودة في مصر، اللي هو اوريدي اصلا عددهم قليل جدا، وحتى الاوتيلات كلها كان فول بوكت. فدي حاجة اصلا يعني الدولة خدت بالها من الحتة دي، وابتدت الفترة الجاية يبقى في توجه بشكل كبير جدا من الديفلوبرز ان هم يبتدوا يعملوا فكرة الابراج، فكرة السيرفيس ابارتمنتس. دي هنسمعها كتير جدا الفترة الجاية، يعني الموضوع ده الناس عندنا في مصر هو مش موجود، او مش موجود منه كتير. فالناس برضو كان عندها مخاوف من الحته دي، ان انا يعني ايه ان انا النهارده اشتري بيت فندقي بيخدم عليه سيرفيس باي الاوتيل الفلاني مثلا، ابقى اوريدي شاري فيه. فالموضوع ده جديد هنا، بس بره مصر لا، الموضوع اوريدي هو ده الطبيعي. يعني ده الطبيعي النهارده، ان اي حد بيبقى جاي من بره بيبتدي ان هو عايز حاجه، بيفتح بقى مثلا اير بي ام بي، بيبتدي يقدر ان انا اشوف ايه احسن الاماكن دي، فبيبقى لاقي عدد قليل جدا. فالنهارده هيبقى في توجه فعلا بالنسبه للديفلوبرز اللي هم هيعملوا الفتره الجايه السيرفيس سبورتنس. دي حته هتبقى برضو عامل مهم جدا احنا محتاجينه. دي حقيقه. طيب انتوا كنتوا برضو اتكلمتوا عن انواع الاستثمار. كنت يا فراج قلت مم. في كلاينت ممكن يأجر وفي كلاينت ممكن يبيع. يعني ممكن برضو اتكلمنا شوية باستفاضة عن الموضوع ده، يعني ايه احسن نوع من الاستثمار، او ممكن تفهمنا ايه الفرق بينهم، وبالنسبة كمان المكسب الفرق تقريبا بيبقى قد ايه؟ بصي، انا زي ما قلت لك، هو مفيش حاجه كويسه لحد، في فرصه مناسبه لحد وفي فرصه مناسبه لحد تاني. ده كله بيبقى على حسب الظروف بتاعه الكلاينت وعلى حسب النيد بتاعته. فانواع الاستثمار موجود منها كتيره جدا، بس انا قلت لك النوعين المتعارف عليهم، هو ان انا بشتري في سعر الطرح الاول في حاجه شبه التاورز كده، وبعد سنه او سنتين هقدر ان انا ابيع باوفر برايس، لان دي حاجه عليها ديماند عالي جدا جدا جدا. احنا شفنا في خلال 4 ايام اكتر من 1000 اي واي، شفنا برايس انكريس حصل على الاي وايز الجديد. فده نوع كويس جدا. في على الناحيه التانيه حد عايز يستثمر، عايز يكسب عائد، عايز ياخد عائد بدري، او عايز ياخد الايجار قريب. فده هبتدي ارشح له فرصه تانيه خالص طبعا، لان دي مش تبقى مناسبه معاه. هبتدي اشوف له مثلا حاجه في التجمع مثلا استلام قريب، هبتدي اشوف له حاجه في قلب الشيخ زايد، منطقه ساكنه وعايشه فيها ترافيك عالي، وخلاص ناقص لها بس حاجه هتفتح، واوريدي هي هتجيب ايجار على طول يعني بمجرد ما تفتح. انا شايف الموضوع ده مهم جدا، حته الطرح الاول. فكره ان النهارده الكلاينت يبقى فاهم ان انا كل ما بقى بالنسبه لي اشتري في الطرح الاول بالنسبه للمشروع ده، لازم يبقى متاكد 100% ان انا شاري باقل سعر مادي. ودي نقطه قويه جدا. طيب زمان في الوقت لما كان التعويم الدولار عمال بيزيد كل شويه، كان اي حد النهارده بيرفع سماعه التليفون على اي كلاينت يقول له يا باشا تعالى اشتري، وفي خلال 3 شهور ولا 6 شهور هتبتدي انك تبيع. طبعا في ناس كتيره جدا اوريدي صدقت الموضوع ده اوريدي، اللي اشترى وان هو عارف يعمل فليبنج في اقل من 3 و6 شهور. وفي الناس اللي حصل اشترت في الوقت ان كان خلاص الدولار فيه بقى ستيبل. ففي ناس برضو كانت مصدقه ان لسه الدنيا هتفضل مكمله، وان إن الدولار هيبتدي ان هو يزيد، وفكره ان انا ممكن اقدر افليب في خلال 3 شهور وسنه. الموضوع ده النهارده مش موجود تماما. النهارده عشان تقدر تستثمر صح، مش ان انت النهارده تاخد اليونت وتقعد معاها سنه ولا ما اعرفش مده قد ايه. لا، انت النهارده مهم جدا ان انت تستنى على اليونت لحد ميعاد الاستلام، اللي هو تمر بالسايكل بتاعتها، بحيث ان ده الوقت المناسب سواء ان انت عايز تفكر في اعاده بيع. ده وقت انا بالنسبه لي شايفه النهارده مهم جدا. بلاش فكره ان انا حد يضحك عليا ويقول لي لا انت تقدر ان انت تبيع في اقل من سنه. لازم تعرف ان ده حد بيبيع لك. انما فكره ان انت النهارده حد بيوجهك في حته ان انت لا، ان انت وانت بتشتري النهارده أأمن نفسك على الاقل اول سنتين ثلاثه بالنسبه لليونت بتاعتك كاقساط، عشان تقدر لو بتفكر في اعاده بيع ده هيكون انسب وقت انك تقدر تبيع فيه، اللي هو وقت الاستلام. ده انا شايفه النهارده احلى وانسب وقت تقدر ان انت لو بتفكر في ريسيل انك تعمل كده. على عكس طبعا ان انت تكون داخل و3 6 شهور وتبتدي انك تبيع الكلام ده النهارده، ولا حتى سنه ولا حتى سنه ونص. فبس عشان يبقى الناس واخده بالها من البوينت دي مهمه جدا.
هل الديستنيشن بتفرق عامة في الاستثمار؟ يعني احنا شايفين ان الديماند بيبقى شوية في شرق القاهرة زي التجمع عن غرب القاهرة اكتوبر والشيخ زايد. طبعا الديستنيشنز بتفرق جدا. انا شايف مثلا من وجهه نظري ان التجمع او شرق القاهره بشكل عام بيحصل فيه تطور سريع جدا، لان انت في عندك اكتر من ديستنيشن. في عندك العاصمه الاداريه، في عندك مستقبل سيتي، في عندك التجمع السادس والسابع والثامن دلوقتي بقينا نسمع عنه. فهديك مثال سريع على حاجه مش اغلبيه الناس واخده بالها منها. حد مثلا زي نيشنز نازل بمشروع على التسعين الشمالي في الجولدن سكوير بسعر متر مش موجود، هو نازل بسعر متر الكاش بس هو بيقسطه لك على 8 سنين. فانا دي بالنسبه لي فرصه استثماريه مفيش حد واخد باله منها. ده غير ان الديفلوبر ده اصلا هو مش محتاج فلوس من حد، هو لسه بيبدا في اول مشاريعه اللي هو زوم رئيست، والمشروع التاني اللي هو بتاع جيريان. ده اكتر حد هو هيكسب الناس اللي هتشتري معاه فيهم، لان هو عايز يعمل داتابيس. وقريب جدا هتشوف الديفلوبر ده براند نيم من اقوى البراند نيمز اللي موجوده في الماركت. وهو اوريدي عمل ده لنفسه اصلا، يعني هو اول لما نزل في الماركت هو نزل عمل حركه صايعه جدا كماركتنج، يعني نزل بماونتن فيو بالم هيلز. الناس كانت عماله تسال يعني ايه بالم هيلز وماونتن فيو في مشروع واحد، ودي كانت فكره حلوه جدا عملوها. فكره ان هم أيوة. النهارده في الناحيه التانيه في حته غرب القاهره، شايف برضو ان عليه ديماند بشكل كبير، لان هو دلوقتي حته الشيخ زايد الجديده برضو ده فكره توجه دوله. وعاملين دلوقتي تفريع من نهر النيل، وعملوا بروجكت اسمه جريان. واول لما طرحوا البروجكت نزلوا باي ماونتن فيو وبالم هيلز، كل واحد فيهم نازل بالكونسبت بتاعه بالديزاين بتاعه. وده اللي عمل يعني اقبال بشكل كبير على البروجكت، وده اللي سمع كمان، وده جه في مصلحه شركه نيشنز اوف سكاي. وده اللي بناء عليها نسمع كتير عنها الفتره اللي جايه، انها عندها محافظ اراضي كتيره جدا. فشايف فكره برضو زي بتاعه جوريان، فكره نهر النيل، بيتك دلوقتي موجود على نهر النيل او شايف نهر النيل. دي حاجة مش موجودة يعني غير نهر النيل بتاعنا طبعًا. والنهارده ما فيش أي حد يقدر يشتري هناك، لإن أنت بتتكلم في المناطق دي كلها عشان تشتري بسعر الكاش. فدلوقتي إحنا جبنا لك نفس الفكرة بس في destination جنبك بقى مطار سفنكس دلوقتي، بحيث إن أنت لو بتسافر كتير فأنت بينك وبين المطار بنتكلم حوالي 10 دقايق بالعربية تبقى في المطار بتاعك. plus إن في already أكتر من developer برضه موجود هناك، يعني صادق already عندها هناك أكتر من مشروع. نجيب ساويرس already هناك عنده المشروع بتاعه، وفي أكتر من developer الفترة اللي جاية هنسمع عنهم. فدي أنا شايف إن هي برضه لأ توجُّه وفيها demand بشكل كبير للناس بتوع غرب القاهرة، اللي هو حابب إن هو يبقى ساكن هناك بس عايز يبقى مع مناطق جديدة في destinations جديدة، أو سواء كفكرة سكن، كفكرة الclient الend user أو اللي بيinvest، لإن ده برضه في opportunities هناك قوية جدًا، جدًا. طيب هل في فرص تانية برضو موجودة في غرب القاهرة للناس المهتمين بالمنطقة؟ والله هايد بارك، يعني هايد بارك أنا باشوف هايد بارك طبعًا من الشركات القوية جدًا، جدًا، جدًا. خلّي بالِك هايد بارك يمكن الناس اللي ممكن لو بنتكلم معاها في التليفون، في ناس برّه مصر على فكرة مش عارفة هايد بارك بالشكل اللي الناس اللي موجودة في مصر عارفاه. لإن أنتِ النهارده من الآخر هايد بارك الميزة فيه، أنت النهارده لو أنت موجود معايا في مصر تعالَ وادخّلك أي compound هايد بارك، تعالَ ادخّلك compound هايد بارك نيو كام، ده واحد من أقدم أو أوائل المشاريع بتاعة هايد بارك. تعالَ النهارده once أمّا تيجي تدخل الproject تحس إن المشروع لسه مستلم امبارح. يعني ده يطمن أي حد. فكرة الmaintenance، فكرة الlandscape والdesign والخدمات اللي already بيوفّرها لك في الproject دي مهمة جدًا. وalready هو نازل الفترة الجاية، خلّي بالِك برضه الحتّة دي مهمة جدًا. نازل هو already عنده مشروع في مثلث الأمل اللي هو بداية التجمع السادس وdirect على طريق الدائري الأوسطي. عنده مشروع هناك اسمه Park Center، ده برضه مشروع خطير. عامل برضه فكر هناك مختلف. هينزل الفترة الجاية بحاجة اسمها Quattros، ودي أنا شايف إن هي هيبقى عليها demand بشكل كبير، والprices بتاعته أنا متفائل بيها جدًا. وعارف أو يعني بنسبة كبيرة الprices هتبقى ظريفة، plus إن الpayment بتاعتها برضه هتبقى سهلة للناس. إن أنا باخد فيلا في destination direct على طريق 90 جنوبي على الدائري الأوسطي بداية التجمع السادس، سوق في العاصمة الإدارية. opportunity قوية جدًا وهتقلب الماركت في خلال الفترة اللي جاية. هم خلّي بالِك نازلين كمان أقل من أسبوع تقريبًا بالdetails بتاعة الproject. اوكي، حلو جدا الكلام ده. يعني افهم من كده ان هايد بارك كمطور ممكن الناس تستثمر معاه سواء في غرب القاهرة او في شرق القاهرة، صح جدًا، كده؟ جدًا، 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 جدًا. already استلامات ما بيتأخرش. already عنده دلوقتي محافظ أراضي كتيرة جدًا هتبتدي إن هو ينزل بيها. كمان المشروع بتاعهم في الساحل sea shore، يعني مشروع خطير. الstructure بتاعته شغالة بشكل جبار. البحر هناك معمول بشكل كويس، مش صخري خالص. النهارده أي حاجة بخصوص هايد بارك لو أنت عايز تشوف أي فيديو ليها، ده يطمنك من الdeveloper عشان تبقى شايف إن الشركة دي عملت إيه قبل كده.
ودي مهمه جدا لاي كلاينت نرجع بيها للسؤال: انا ليه اشتري في المطور ده؟ اشتري فيه عشان قد ايه هو ديفلوبر تراست، ودي حاجه مهمه جدا. في ناس كتير دلوقتي عندها مشاكل وبيكتبوا بوست كتير قوي على الفيسبوك بالنسبة للموضوع ده، إن هم اشتروا عقارات كاستثمار بس مش عارفين يبيعوها، والفلوس اتجمدت ومش عارفين حتى ياخدوا فلوسهم من العقار تاني. مظبوط. المشكله دي جت من حاجتين. اول حاجه ان العميل مش عامل بلان اصلا لنفسه، وبيشتري هو مش عارف هيبيع امتى وبيشتري ليه وفين وازاي. فدي اول حاجه بتعمل مشكله. تاني مشكله العميل اللي بيصدق كلام بروكر مش فاهم وبيقول له مثلا تعالى اشتري معايا هبيع لك بعد 3 شهور و6 شهور. ده بالمنطق مفيش الكلام ده. ده حصل الفتره اللي فاتت بسبب تضخمات حصلت ما كانش في اي حد يعرف عنها حاجه، فسمح للناس ان هي تبيع باوفر برايس في خلال 6 شهور وفي خلال سنه. لكن لو رجعنا للاصل بتاع العقار اصلا من زمان، العقار لازم تستني عليه طبعا سنه واثنين وثلاثه وخمس سنين كمان وست سنين عشان يقدر ان هو يجيب لك الريفينيو بتاعك اللي انت محتاجاه. دور الكونسلتنت دي بقى مهم جدا. انت هنا تقدر تفرق ما بين السيلز البياع او اللي بيقدر يرشح لك المشروع ويقدر ان هو يعرفك ان انت هتكسب في المشروع ده. طبعا نرجع تاني في حته ان في ناس كتيره جدا في الوقت بتاعت الدولار لما كان بيزيد والتضخم والكلام ده كله، كان الناس بتصدق جدا في حته ان انا اقدر اشتري العقار وابيعه في 3 شهور. النهارده الناس دي لما كانت مثلا داخله وما كانتش عامله حسابها ان هي تدفع مثلا القسط التاني او التالت، لان هو عامل حسابه ان هو ممكن يبيع من اول قسط الاول، النهارده لقيت لما هي بتدفع الاقساط دفع اول قسط، جه عايز يبيع مش عارف يبيع، لقيت ان الماركت اختلف. ودي حاجه قلقت الكلاينت النهارده، ولا ازاي وانا عندي فيه مشكله. فطبعا النهارده كل الكلاينت بيكبر المشكله على حسب انا ايه اللي حصل لي، وبيعمل اجماع على حسب بقى بيشوف مين الناس اللي عنده نفس المشكله زي. بس نيجي نتكلم انا النهارده، انت قبل ما تفكر في شراء لازم تبقى مأمن نفسك كويس، لازم تبقى مأمن نفسك على الأقل أول سنتين 3 بالنسبة للأقساط بتاعتك. ما بلاش فكرة إن أنت تبقى مأمن نفسك أول قسط وبعد كده إنك تبيع تلاقي إن أنت لأ إيه ده أنا مش عارف أبيع، لأ ده أنا كده بقى ابتدي إن أنا أخسر، أرجع اليونت بتاعتي للشركة، وابتدي أقول لأ إيه ده وليه الشركة هتخصم مني جزء من المقدم ولا ما أعرفش إيه. فساعتها العميل بيبتدي إن في مشكلة بينه وبين الديفلوبر، ويقول لأ المطور ده مش أحسن حاجة، اصل انا ما عرفتش ابيع عندك. هي الفكره مش قايمه على كده. فكره ان انا النهارده زي فكره الذهب ولا فكره ان انت بتيجي تدخل في البورصه، هو الموضوع قايم على كده. بس طبعا فكره العقار هو مختلف. فكره ان انت كده كده في العقار 100% بتكسب، بس النهارده فكره ان انت عشان تكسب هو على اللونج تيرم مش على الشورت تيرم. فكره الشورت تيرم كانت موجوده في وقت تضخم، انما النهارده انا شايف ان العقار في الوقت المعادي الاستعلام ده انسب وقت تقدر ان انت لو حابب ان انت تبيع، او ان انت عايز تستغل اليونت بتاعتك في فكره الرنت. ودي برضو بوينت مهمه جدا. ناس كتيره جدا في الساحل بتعمل كده النهارده. الساحل في الايجار اون فاير اون فاير اون فاير جامد جدا. اوكي، يعني ده معناه ان عامة المستثمر لما بيجي يشتري كل ما بيستنى على العقار بتاعه مش بيبيعه كل ما هيكسب اكتر. صح 100% كده؟ صح. طيب انا اقتنعت. انا لو هشتري عقار دلوقتي تنصحوني بايه؟ بصي هنقول لك على 4 حاجات لازم تخلي بالك منهم كويس قوي وانت بتشتري. اولهم طبعا فكره ان انت واحنا بنشتري لازم ابقى محدد الهدف كويس، انا بستثمر ولا اوريدي باخدها كسكن. فكره إن السكن نفسه، في ناس كتيره جدا فاكره ان انا خلاص انا بدور كاند يوزر ان انا عايز اسكن حاجه لاولادي، حاجه تكون قريبه للمدارس والكلام ده كله. بس اكيد في وقت من الاوقات انت هتحب انك تعمل ابجريد. فكره الابجريد دي مهمه جدا، احنا ما بنبقاش شايفين ده النهارده واحنا بنشتري، لان احنا طبعا بنبقى دافعين دم قلبنا. طبعا. بس في حاله ان انت قدام لما بتيجي تعمل ابجريد الموضوع بيفرق معاك، لان انت العقار اللي انت بتبقى اوريدي شاريه النهارده قدام سعره بيختلف، فده اللي بيساعدك في حاله الابجريد لما بتيجي تبيع اليونت بتاعتك كريسيل، بتساعدك بشكل كبير جدا في الابجريد. ودي حاجه مهمه جدا. حته ان احنا اكيد كلنا مش نبقى قاعدين في الاوضتين النوم ولا الثلاثه بنطمح في ان احنا اكيد نبقى عايزين نكبر في المساحه في حاله الابجريد، فلازم نبقى خلينا بالنا كويس جدا واحنا بنشتري النهارده في الحته دي. صح. يعني معنى كلامك ان انا لو انا برضه بشتري عشان اسكن لازم ابقى رابط فكره السكن بالاستثمار طبعا عشان لو حبيت اعمل ابجريد 100% صح. بالظبط. هنرجع بقى تاني لنقطه مهمه جدا اللي هي دراسه السوق وتحديد الديستنيشن. لازم ابقى انا عارف كل ديستنيشن في مصر بيحصل فيها ايه، انا مهتم بايه، تجمع ولا باكتوبر ولا بساحل ولا بسخنه. وبعد تحديد الديستنيشن لازم اعرف ايه كل الفرص اللي موجوده جوه وايه الفروقات ما بين الاوفرز اللي موجوده جوه عشان اعرف ايه اللي مناسب ليا. ويجي هنا دور ابقى خلاص انا حددت الديستنيشن، اعرف بقى مين الديفلوبرز اللي اوريدي موجودين
مين من البيج نيمز اللي اوريدي موجوده في الديفلوب في الديستنيشن دي، لان الحته دي مهمه عشان ابقى انا عارف انا هحط فلوسي او هستثمر مع انهي ديفلوبر من اللي موجود في الديستنيشن اللي انا عايزها. فبرضه دي حاجه اكيد مهمه جدا، تقدر برضه تكمل لنا عليها. هنيجي بقى في الاخر لاهم نقطه في الكلام ده كله، هي انا هخرج امتى من العقار ده. انا ممكن اشتري صح واختار الديستنيشن صح وافهم الفروقات ما بين الديفلوبرز اللي موجوده في الديستنيشن اللي انا مهتم بيها، بس وقت الخروج هو اللي هيحدد انا هكسب ولا هخسر. رأيك إيه في Q1 عامة حاليا؟ وكلمنا أكتر كده عن الفرص اللي موجودة دلوقتي في الماركت. والله انا عايز اقول لك ان كيو ده بالنسبه لنا اغرب كيو في امطار السنين اللي فاتت دي كلها، لان احنا دايما بيبقى كيو 1 هو مش اقوى بيع فيه وما يبقاش فيه لونش كتير. الفتره بتاعت كيو 1 بتاعت 2026 حصل فيها يعني تطور بالنسبه لكل الديفلوبرز كلهم يعتبر نازلين بلونش. عندنا حسن علام نزل بلونش، عندنا بامز نزل بلونش، ورجع عندنا هايد بارك وفي تطوير مصر، وفي عندنا باون هيلز اوريدي عندها المشروع بتاع العاصمه، تغيير طبعا لافيستا. في كم ديفلوبرز اوريدي نزلوا في كيو 1 ده، يعني خلت اي حد النهارده هو بيشتري بيفكر كتير جدا، لان انا النهارده كلهم بيج نيمز. برضو نجيب ساويرس في المشروع بتاع سيلفر سانز. يعني مين اصلا بفكره الساحل بتبدا في كيو 1 دي، برضو حاجه ما حصلتش قبل كده كتير. فده برضو يجي لنا النقطه ان الساحل مش هيبقى صيف بس، الساحل هنا هيبقى موجود معاك طول السنه، وده اللي بيبتدي ان هو يجهزه بقى فتره. طبعا لو خدت بالك مثلا السنتين اللي فاتوا كان العبار في المشروع بتاع مراسي كان ناهي السيزون بتاع الصيف في الساحل 2024 كان في شهر 9، اخر شهر 9. السنه اللي فاتت طول المده ومعاك لحد اخر شهر 10. نفس الكلام السنين اللي جايه هتلاقي الدنيا بقت تتمهد ان هو كل شهر تلاقي الدنيا بقت حيويه اكتر على مدار الموسم كله. ففكره المقاصه في كي 1 لا طبعا يعني كان حاجه لاول مره تحصل، فكره كم الديفلوبرز وكم المشاريع اللي اوريدي نزلت في كل الديستنيشنز كمان مش في حاجه معينه. بس طبعا الاكتر كان موجود في الحته بتاعت شرق القاهره اللي هو بقى العاصمه الاداريه، والحته بتاعت المستقبل والتجمع السادس، نسمع عنهم كتير جدا الفتره اللي جايه فعلا لونشز كانت كتير. جدا. بس يا يومنا، فاحنا لو هنلخص كل الكلام اللي احنا قلناه ده في ان انت لو بتشتري في 26 و27 وسط كل الفرص اللي موجوده دي، لازم تبقى بتتعامل مع حد فاهم الماركت كويس قوي وعارف الفرق ما بين الفرص اللي موجوده. طبعا برضو في حاجه لازم الناس تخلي بالها منها، فكره ان الناس فاكره ان ممكن في وقت من الاوقات سعر العقار ينزل. دينا شفنا طلعت مصطفى عمل دي مع عمرو اديب في البرنامج، لما طلع كان بيتكلم ان لا يا جماعه ما تشتروش، سعر العقار هينزل. فطلعت مصطفى بيقول هو معلش يا عمرو، هو انت بناء عليه بتقول كل الكلام ده؟ فدي حاجه، ده واحد بقى من يعني هو راجل الصناعه اصلا، فده هيأكد لك 100% ان مفيش سعر عقار عندنا هينزل. بس ان انت النهارده ما تعتمدش على ده، الحق النهارده استغل الفرص اللي كلها موجوده عندك في الماركت، فمش هتلاقي احسن من كده. فدي كل الحاجات اللي احنا شفناها في كيو 1. برضه انت فراج قول لي ان انت شايف في كيو 1 يعني عندنا برضه اس تي جنب، انت رايك لا في يعني اس تي انا جنب انا شايف مثلا السنه دي مش كيو بس، انا شايف ان 26 و27 هيحصل فيهم تصحيح كبير جدا في اسعار العقار، فهنفضل دايما نشوف فرص. بس مين اللي انا هركز معاه ومين اللي انا مش هركز معاه، دي النقطه الكبيره جدا لازم نتكلم فيها. في عندك مثلا شركه اسمها اس تي ام، دي شركه تعتبر الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه او شركه تبع الدوله، هتنزل السنه دي بس بانفنتوري فوق ال 300 مليار. فالناس دي اوريدي نزلت دلوقتي بمشروع ميان في التجمع الاول طبعا مشروع ميال ده اصلا فكره ان هو نازل بحاجه متشطبه في سلام فوري. لام سنه. فالناس دي لازم نركز معاها لان هم هينزلوا بحاجات ملهاش كومباتيتورز. مين دلوقتي نزل على طريق السويس مع محمد نجيب استلام سنه متشطب بسعر متر 86,000؟ مفيش. طبعا في لافيستا نفس الكلام. نفس الكلام اصلا. عايز اقول لك ما بين حسن عزام سون ليك وما بين ال ام دي ستيت، فانت اصلا بتتكلم في ديستنيشن غير ده، حته ان انت مدى قربك للمطار، انت فكره بالظبط. جنب في المطار دي هو حاجه نازل في خطيره. لوكيشن خطير، نازل بحاله فعلا مش موجوده. هنبدا نشوف الكونسبت ده السنه دي كتير جدا. صح. الله اعلم بقى الاراضي بتاعتهم موجوده فين، يعني في الديستنيشنز المهمه. هنبتدي يفرقونا بمشاريع اصلا في مع ديفلوبرز اوريدي، هتلاقيهم في اوريدي عندهم حصص من المباني او سواء الفيلل او الشقق الموجوده في اغلبيه الديفلوبرز، هنسمع عنهم كتير جدا. فدي حاجه انا متوقع لهم السنه دي برضه شغل خطير. بالظبط زي اللي احنا شفناه السنه اللي فاتت، شركه نيشنز اوف سكاي لما نزلت كماستر ديفلوبر في مشروع جيريان، دي حاجه كبيره جدا بس الناس مش فاهمه او الناس مش واخده بالها منها، ان انا اجيب بالم هيلز مع ماونتن فيو وانا الماستر ديفلوبر ما حدش يعرفني، فدي حاجه كبيره جدا. بدانا نشوف برضو السنه دي الناس اللي اشترت في زوم رئيس في اللونش الاول كانت التاون هاوسز ب 25 مليون على 8 سنين متشطبه في الجولدن سكوير. دلوقتي انت بتتكلم في اقل من 6 شهور التاون هاوسز دلوقتي ب 30 مليون ستارت. طبعا اللي اشترى في اللونش الاول ده كسب على الورق لحد دلوقتي 5 مليون جنيه. فالديفلوبرز دي لازم نخلي بالنا منهم كويس اول الفتره اللي جايه. شكرا ليك يا بهاء، شكرا ليك يا فراج، استفدنا منكم كتير.
ودي كانت آخر حلقة معانا في رمضان، ولكن إحنا مستمرين بعد رمضان. تابعونا عشان تعرفوا عن الحلقات الجديدة.